السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنقدم لحضراتكم النهاردة نبذة عن بعض المسلسلات اللي هتشوفها في رمضان، علشان حضرتك لو حابب تتابع مسلسل معين تعرف قصة المسلسل بتدور عن ايه في كلمات بسيطة، مين ابطال المسلسل ومين مؤلف المسلسل والاخراج. اول مسلسل معانا النهاردة هو مسلسل حضرة العمدة. بتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي عن شخصية صفية الفارس، واللي بتبقى استاذة في علم النفس في الجامعة الأمريكية، وبتتعرض لضغوط كتير مع عيلتها علشان ترجع بلدها وتترشح للعمودية، وبتتعرض لمواقف وتحديات كبيرة مع سير الأحداث. المسلسل بطولة روبي، سميحة أيوب، وأحمد رزق، محمود عبد المغني، وبسمة، وإدوار، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، وأحمد بدير. العمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وده هنشوفه على قناة CBC. وكمان معانا السنة دي مسلسل المداح بعد نجاح الجزء الأول والتاني، وهو عبارة عن سلسلة من الأحلام اللي بيشوفها الشيخ صابر، وبتبقى بداية حرب جديدة ليه مع الجن. العمل بطولة حمادة هلال طبعا كلنا عارفينه، ولوسي، ودنيا عبد العزيز، ويسرى اللوزي، وأحمد ماهر، بالإضافة طبعا لأبطال الأعمال القديمة اللي كانوا في الجزء الأول والتاني. العمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وده هنشوفه على قناة MBC مصر. وواحد من أقوى المسلسلات اللي هنشوفها السنة دي هو مسلسل الأجهر. المسلسل بيدور في إطار اجتماعي شعبي، واسم المسلسل ده يا جماعة على اسم الشخصية اللي هو يوسف الأجهر. بطولة طبعا الفنان الكبير عمرو سعد، واللي على طول وكل سنة بيمتعنا بأعماله الجريئة والقوية. بتدور أحداث المسلسل ده في حي الدرب الأحمر في القاهرة، وبيحكي عن شاب بينشأ في إصلاحية بسبب قتل أمه، وبتدفعه الظروف للسفر متخفيا لبعض من الدول الإفريقية، وبيدخل في عالم العصابات وحاجات كتير في أحداث المسلسل هنشوفها. المسلسل بطولة عمرو سعد وناهد السباعي ودرة وسيد رجب وأحمد مجدي وسارة سلامة والفنان خالد زكي وعمرو عبد الجليل والشاب نور النبوي. وهنشوف المسلسل الأجهر على قناة MBC. وطبعا رمضان كريم، وما ينفعش رمضان يعدي من غير ما نشوف عمل درامي للفنان الأسطورة محمد رمضان، واللي بيقعد يقول ثقة في الله نجاح، وأنا نمبر 1، والحاجات دي كلها اللي انتوا عارفينها عنه. مش عارفين ده نجاح زيادة ولا غرور؟ هنسيب لحضراتكم تكتبوا لنا في التعليقات ان اللي بيقولوا ده صح ولا غلط، واحنا كمان هنشارك معاكم. محمد رمضان السنة دي مسمي نفسه العمدة، عامل عمل درامي باسم العمدة، بيدور في إطار اجتماعي درامي، وبيحكي عن جعفر عبد التواب خضر العمدة، واللي ده عايش في حي السيدة زينب ومتزوج من 4 ستات. وفي خلال أحداث المسلسل هيتخطف ابن جعفر اللي هو جعفر العمدة، وما يعرفش إذا كان عايش ولا لأ. وبيفضل طول المسلسل أو جزء كبير من المسلسل يدور على ابنه، واللي هو عايز يوصله طبعا بأي طريقة. العمل زي ما قلنا بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، منى فضالي، مي كساب، ومنذر ريحانة، والفنانة هالة صدقي، وبيومي فؤاد. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وهيتعرض على قناة DMC. وكمان الفنانة يسرى بتشارك معانا السنة دي بعمل درامي كوميدي اسمه ألف حمد لله على السلامة، وده بيحكي عن إن يسرى راجعة من السفر هي وابنها وبنتها، ودي وصية جوزها علشان تاخد الميراث. وأول ما بيوصلوا مصر يا سيدي بتحصل لهم مشاكل كتير جدا، وكل ده في إطار كوميدي. وبيشارك الفنانة يسرى ممثلين كتير، منهم ميان السيد، أدهم الشرقاوي، محمد ثروت، وشيماء سيف، ومحمود حجازي، وصفاء جلال. العمل من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار. وهنشوف مسلسل ألف حمد لله على السلامة على قناة الحياة. وكمان هنشوف السنة دي الفنانة منى زكي بتشارك في رمضان بمسلسل درامي ضخم اسمه تحت الوصاية. بتدور أحداث المسلسل ده يا صديقي في إطار درامي حوالين ست بتحاول تساعد أسرتها من خلال شغلها على مركب صيد وتوريد السمك والجمبري، وبتواجه طبعا مشاكل كتير وخلافات مع الناس اللي حواليها. وطبعا الناس اللي حواليها في الشغل دول معظمهم رجالة، وبتبقى المشاكل معاهم صعبة جدا، لكن هي بتحاول تحل مشاكلها كلها على قد ما تقدر. العمل بطولة منى زكي، نسرين أمين، ومها نصار، ودياب. مسلسل تحت الوصاية من
من تأليف خالد دياب وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير، وهنشوف المسلسل على قناة DMC. ومعانا الفنان أحمد أمين عامل مسلسل غريب واسمه برضه غريب جدا، اسمه الصفارة. وكشف أحمد أمين وقال إن المسلسل معالجة درامية لرواية أجنبية في الأصل اسمها ساوند اوف ثاندر أو تأثير الفراشة. إيه يا عم أحمد أمين هتورينا إيه تأثير الفراشة ورواية أجنبية؟ وكمان بيقولك إن المسلسل ده 15 حلقة بس. بتدور أحداث المسلسل ده حوالين فؤاد ده مرشد سياحي وبيسرق صفارة من سيوة بترجعه للماضي وبتدخله في مغامرات كوميدية كتير. بيشارك العمل مع أحمد أمين، طه الدسوقي، وآية سماحة، وأنعام سلوسة. العمل من إخراج علاء إسماعيل، وده هيتعرض على منصة شاهد وعلى قناة DMC. وده كان الفيديو بتاعنا عن بعض مسلسلات رمضان اللي هنشوفها السنة دي. نتمنى ليكم طبعا مشاهدة ممتعة وكل سنة وانتم طيبين. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.